السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن ال 200 جنيه القديمة النادرة جدا اللي عليها كمية فيديوهات على السوشيال ميديا فظيعة جدا، والأسعار الخيالية اللي بنسمعها عن ال 200 جنيه. هنعرف في الفيديو ده إن شاء الله كل التفاصيل عن ال 200 جنيه القديمة وإيه اللي مطلوب واللي بيتباع بالظبط. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني. معانا ال 200 جنيه اهيت. الكل بقى يركز في الفيديو ده عشان الأسعار على ال 200 جنيه ديت كتير جدا وأرقام غالية جدا. مبدئيا ديت 200 جنيه بإصدار 2011، وهي بتوقيع فاروق العقدة. طيب، شفنا فيديوهات كتير ان ال 200 جنيه ديت بتعمل 25,000 جنيه و30,000 جنيه، وفيديوهات تانية بتتكلم في 50,000 جنيه. طيب ايه الاسعار ديت وهل هي حقيقية ولا لا؟ مبدئيا في ناس كبيرة بتصدق الحاجات ديت، وبالتالي بتروح تدور على ال 200 جنيه اللي هي اصدار 2011 2012. الاصدارات ديت كلها بتوقيع فاروق العقدة. طيب الناس ديت بتشتريها بكام؟ ممكن بتشتريها بأرقام أو مبالغ عالية جدا، لأن هم شافوا فيديوهات إن ال 200 جنيه ديت بتعمل 25,000 جنيه و30,000 جنيه، والناس كلها بتدور على الحاجة اللي فيها مكاسب سريعة جدا. فبالتالي بيتم شراء الحاجات ديت بمبالغ كبيرة. يعني مثلا حد ممكن يعرضها عليه، يقول له 200 جنيه ديت مثلا ايه، اديها لك ب 1000 جنيه والكلام ده، والناس تشتريها على امل ان هي هتباعها ب 25,000 جنيه او ب 30 او ب 50 حسب الفيديوهات اللي بنشوفها على اليوتيوب. تمام. بالتالي هتيجي انت تشتري ال 200 جنيه او ايا كانت عمله لفاروق العقده، هتيجي تبيعها محدش هيشتريها منك، لان العمله ديت متداوله حاليا وما بتعملش الاسعار دي خالص. والناس اللي هي بتصدق الحاجات ديت كلها، انت ليك الخيار اللي هو مثلا ايه، عايز تصدقهم اتفضل صدق الناس ديت كلها وابدأ اشتري واخسر اي حاجة انت دفعتها في العملات اللي هي متداولة حاليا. طيب، بالنسبة للأسعار ديت، إيه اللي بيكون يعني مثلا 200 جنيه زي ديت؟ إيه اللي بيكون مثلا يرفع قيمة العملة بس جزء بسيط؟ في ناس بتحب تحتفظ بتوقيع فاروق العقدة، بس أهم حاجة بيكون الرقم مميز اللي هو رقم العملة ده. لو الرقم مميز ديت بتكون مثلا الأسعار تكون بترتفع مثلا إيه، تدفع 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه دي آخرها خالص. لكن الأسعار اللي بنسمعها 30,000 جنيه و25,000 جنيه، يا ريت الناس اللي هي بتعمل فيديوهات عن العملات يا ريت يكون في مصداقية، عشان في ناس كبيرة بتصدق الكلام دوت وبتشتري الحاجات ديت وما بتعرفش تبيعها في الآخر. والناس كتير على أمل إن الحاجات ديت بتكون ليها أسعار، لان بلاقي كمان كميه ناس بتبعت لي على الواتس الحاجات ديت، واجي اقول لهم ملهاش قيمه يقولوا لي لا ده سعرها غالي ومش عارف ايه، شايفين فيديوهات. انا ماليش دعوه باي فيديوهات غير فيديوهات قناتي انا شخصيا، قناه حكايه الكنز. ماليش اي دعوه باسعار تانية بتتقال. اللي عايز يصدق الاسعار التانية اللي بتتقال ويكون على وهم معاهم، اتفضل يكون معاهم، ما يبعتليش اسعار حاجات اللي الناس بتقول عليها باسعار اللي هي الخياليه ديت خالص. انا ما بقتنعش بيها. انا بقتنع بان العمله متداوله حاليا وملهاش اي اسعار من اللي بنسمعها ديت خالص. اذا كانت العمله عليها مثلا رقم مميز ديت بترفع من قيمتها 20 30 جنيه، ديت بتتباع مثلا ايه، يعني مع بعضينا كده، اللي هو مثلا ايه، واحد هاوي عايز يحتفظ بفاروق العقدة ورقم مميز، او اي رقم مميز حابب يحتفظ بيه، ده يحتفظ بيه كهاوي. لكن كتجارة والحاجات ديت محدش يشتغل في عملات اللي هي متداولة حاليا كتجارة. عايز تشتغل في العملات القديمة
وتكون زي مثلا تجارة أو مصدر دخل ليك، حاول إنك تشوف العملات اللي هي النوادر. حاول تلعب على الحتة اللي هي بتاعت أخطاء السك للعملات ديت، حتة جميلة جدا. لو عرفت إنك تشتغل عليها هتعرف إنك تشتغل في العملات القديمة كلها. عندك كمان المليون العراقي تقدر برضه تشتغل فيه. الحاجات اللي هي القديمة ديت تقدر تشتغل فيها، لكن عملات متداولة ملكش دعوة بيها خالص، ولا تصدق الأرقام الخيالية اللي بتسمع عنها. طيب بالنسبة للناس اللي عندها عملات ومش عارفة تبيعها، زي ما قلنا في كل الفيديوهات وكل فيديو بعمله بقول أماكن البيع. عندك تطبيق أوليكس أو جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر، تقدر تبيع من خلال أوليكس أو الجروبات دي. تمام. زي ما قلنا 200 جنيه فاروق العقدة، هي عادية خالص ومتداولة، ما بتعملش الأسعار اللي هي 20 و30 والحاجات دي كلها، محدش يصدقها خالص. ويا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.